الطماطم هي من اهم الحاجات اللي لازم تتجهز وتتفرز قبل رمضان، ومش رمضان بس، الايام العاديه كمان. يا ريت نعمل كميه كبيره. يعني انا دايما بعمل كده، بعمل كميه كبيره ولما بتخلص برجع اعملها تاني، بتقعد شهر، بتقعد شهرين او اكتر عادي. انا جبت كميه من الطماطم ايا كانت الكميه قد ايه اللي انتوا هتجيبوها. هغسلها واقطعها بس اغسلها كويس قوي، واشيل لو حته طريه فيها او حته بايظه. واقطعها واحطها في الحل او في حلتين على النار. مش هضيف لها اي حاجه خالص دلوقتي، بس كل شويه هفتح الغطا عليها واقلبها عشان اتاكد انها يعني انها بتستوي. طبعا شويه بشويه هنلاقيها استوت واتهرت خالص ونزلت ميه كتير منها. هفضل اقلبها برضو، هي تقريبا مش هتاخد يعني تقريبا مش هتاخد ساعه على الخطوه دي، ايا كانت الكميه قد ايه. بعد كده هحطها في طبق عشان تبرد بس شويه. وهجهز بقى الخلاط، وبعد كده هضرب كميه بكميه منها لحد لما تبقى عصير قوي، لحد ما احس انها بقت كلها دايبه زي العصير بالظبط. طبعا ضروري جدا ان انا اصفيها، يعني انا ممكن اضربها بالهاند بلندر، بس الهاند بلندر هيخلي القشر والبذر يكون شويه ظاهر فيها. انا عايزه اصفيها خالص، مش عايزه اي قشر ولا بذر. هصفيها كلها، الكميه كلها وبعد ما اضربها في الخلاط. وبعد كده هجيب الحله على النار، الحله الكبيره اللي انا كنت عامله فيها، بس طبعا هتلاقي الكميه كلها قلت، فهتاخد حله واحده. هحط حبه بابريكا فيها بس علشان يعني الطماطم بتاعتي مش حمراء قوي المره دي، بس انا مش دايما بحطها. البابريكا مش هتديها طعم، وحبه زيت كمان عشان هي تقعد تفور على البوتاجاز، وممكن توقع او توسخ البوتاجاز قوي. الزيت هيقلل الفوران شويه. هفضل اقلب فيها لحد ما تقريبا هتاخد برضو من نص ساعه لسائل، يعني الساعه ساعه الا ربع كده على النار، لحد ما احس انها استوت وكميه الصلصه نفسها قلت شويه. هسيبها برضو تهدى شويه، مش تبرد قوي يعني، بس تهدى. وهفرزها ويعني هحطها في الاكياس على قد الطبخه بتاعتي او طبخه اي حد، يعني كل واحده تحط على قد الطبخه بتاعتها او على قد العيله بتاعتها وكميه طبختها ايه. هجهز الاكياس كلها وبعد كده هحطها في الفريزر، بتقعد معايا فتره طويله جدا عادي. بجد بجد الصلصه او الطماطم بتوفر وقت كتير جدا، ودي من اهم حاجه.